فيلمنا بيبدأ من قلب تايلاند، مش في فسحة ولا سياحة، لا ده مع حرامي لوحات عفريت اسمه لوك. راجل مش بيهزر، ايده خفيفة وقلبه تقيل. الراجل ده سرق لوحه بملايين، وورا ظهره في عصابة شرسة زعيمها واحد جيري مجنون رسمي اسمه قاسم. قاسم ده طمعان في اللوحة مش علشان الفن، لا علشان الورق اللي هتجيله من وراه. فبيقول للوك هات يا بني اللوحة احسن ما اخلي دمك لبن. لكن لوك مش داخلها هزار، عينه على مهمة تقيلة، مهمة لو تمت هتخلي اسمه يتكتب في التاريخ، بس مش في كتاب المدرسة. فيلمت لوك منهم ويفضل يجري ويجري، مطاردة فيها عرق نار ودخان، لحد ما يقول لنفسه كفاية كده دراجة، هاتي موتور جديد. يغير الماكينه ويركب واحده تانية تشيل الغل اللي في قلبه، وبيدوس بنزين ويدخل بالدراجه زي المجانين، يخش بيها حاطط القطر، يقطع الشارع طالع والنازل، ويكمل جري ناحيه المطار. اصل هو ناوي يطير بس مش بعقله، ده باللوح. المهم نركب القطر مع لوك، نلاقيه نايم مشغل الحلم، يشوف ابوه اللي كان مهووس بالكنوز وتحف. راجل ما ينامش غير على صوت الرادار بتاع القصر. يفوق لوك النوم يلاقي قدامه واحده شديده اسمها ايزا. دي مش بنت الجيران، دي من جماعه سريه اسمهم الحمام. مهمتهم الاساسيه يحرسوا الاثار اللي من ايام الفراعنه واللي بعدها، بس اللي يهمهم بجد هو ينبوع الشباب، المكان الأسطوري اللي محدش عارف مكانه، بس أي حد يشرب منه يعيش للصبح. يعني مش بيكبر ولا بيهرم، حلاوة روح على سنه ورمح. بس لوك وعصابته حاطين الينبوع ده في دماغه وداخلين عليه كأنه شنطة فلوس مفتوحة. بداية المعركة إيزا وحراسها بيدخلوا في لوك دخلة التموس، بس الراجل ما بيهزرش، شغل وضعية الوحش ويلمهم واحد واحد لحد ما حبس إيزا في أوضة وفلق الباب، ومن غير ما ياخد نفس طلع على سطح القطر ونط جوه أوضة مبنية على الخط نفسه. الله أكبر يا هندسة. وهو بيتصل بشريكه في العصابة ميرف، يحكي له اللي حصل بتفصيل الممل، وبيقول له يا ابن الناس طلعني من البلد بأي طريقة، أنا مولعها هنا. نيجي بقى لتاني ست محترمة اسمها شارلوت، شغالة أمينة متحف، بس حياتها الشخصية كركب. جوزها رافع عليها قضية طلاق وعاوز ياخد منها ابنها، والمسكينة بتحاول تلم نفسها عشان ما يفتكهاش. بتروح شغلها عادي، لكن المفاجأة بتقابل أخوها لوك قدامها، أول مرة تشوفه من 10 سنين يا مؤمن. زمان كانوا مع بعض في مهمة كنز، لكن هي قررت تبعد عن طريق الحرامية وتعيش نظيف عشان تضمن ابنها يفضل معاها. لكن لوك بيقولها بمنتهى البجاحة أنا جاي أسرق لوحة نادرة من المتحف. بتحاول تشده من هدومه وتفهمه إن الحكومة لو عرفت إنها كانت موجودة وقت السرقة هتلبسها له معاها، وهي مش ناقصة طلاق ومحكمة. بس لوك ما عندوش لا قلب ولا سرق اللوحة وطلع يجري، وشارلوت وراه بتجري كأنها بتجري ورا الحضانة المفتوحة. قدام المتحف تلاقيه راكب عربية جديدة تلمع زي المراية، وبيقولها يا تركبي معايا يا تنسي ابنك خالص. تتفزع الست وتركب معاه، وراهم شرطة بتمزق الهواء من السرعة. بس الراجل بيزوق على عربية نقل راكنة أول الشارع ويعملها أكشن، واحنا قلب عربية النقل اللي ماشية على طريق كأنها دبابة نلاقي لوك قاعد جنب أخته شارلوت اللي وشها مخطوف من اللي بيحصل، ولسه بتحاول تلم نفسها. فجأة كده وعلى سهوة بتكتشف إن لوك لسه شغال مع العصابة القديمة بتاعت زمان. ايوه نفس العصابة اللي كانوا زمان بيكسروا بيها الخرايط. ديب وميرف معاهم دلوقتي راجل اعمال تقيل سوق اسمه او، راجل غامض وعينيه كلها موت وبيصرف من الاخر. بس الراجل ده مش بيدور على فلوس، ده بيدور على ينبوع الشباب، لانه عنده مرض خطير او حاجه ما يعرفش لها علاج، وكل يوم بيعدي عليه بيكون قرب من النهايه، والوحيد اللي ممكن ينقذه الينبوع. وهنا لوك يقلب الخطه ويقولها بصوت رخيم كده، يا شارل تعالي معايا، دي مهمه العمر وممكن ننقذ الراجل وناخد فلوس تكفينا ل20 جيل قدام. لكن شارلوت تقفله الباب في وشه وتقول له انا مش هلعب اللعبه دي تاني، مش هرجع اكون حراميه، انا عندي ابن مش مستعد اخسر. لوك ساعتها يعمل اللي عمره ما كان يتوقعه، حد من اخره يطلع حقنه صغيره من جيبه ويخدرها وهي مش واخده بالها. شارلوت تفقد الوعي في لحظه والدنيا بتسيح حوالين عينيها، ولما بتفتح عينيها تاني تلاقي نفسها مرميه في نص الشارع زي كانها حلم اتحذف من فوق جبل. تشد نفسها وتلملم هدومها وتجري على المتحف بسرعه الصاروخ، وهناك تلاقي المفاجاه، المحقق جمال من الانتربول مستنيها. الراجل يقول لها بهدوء كده ما تخافيش يا مدام، اللوحه اللي اتسرقت رجعها اخوكي بنفسه، وكاميرات المتحف صورتك وانتي بتجري وراه، يبقى واضح انك مش متورطه. تتنفس البنت شهيق الحياه تقول في سرها الحمد لله، لكن الفرحه ما بتكملش. ترجع البيت تلاقي المصيبه مستنياها على الباب، جوزها اخد منها ابنها. والله اخده وقال للمحكمه انها خطر على الولد، خصوصا بعد ما كادت تتحبس بسبب السرقه، وكان خايف عليه يقعد لوحده بعد ما مراته تتسجن. شارلوت في اللحظه دي قلبها اتكسر، راح منها كل حاجه، شغلها ابنها وكرامتها. ما تسكتش، توح لاخوها لوك تدخل عليه زي العاصفه تضربه بكلمه وكلمه وتعاطف في وشه، انا خسرت كل حاجه بسببك، ابني ضاع وشغلي راح وانت ما بتفكرش غير في نفسك بسبب الواد ده. راح يعرض عليها تاني شارك معاه في المهمه اللي ما فيهاش غير وجع الدماغ، وقعد يحكي لها عن حكايه ينبوع الشباب ويفاجئها انه حقيقي وموجود فعلا في ارض الواقع مش فيلم كرتون. وقام عرفاه ان من زمان 6 رسامين كبار رسموا لوحات فيهم اجزاء من خريطه الينبوع ده، وقالها كمان واحده من اللوحات دي هي اللي سرقها النهارده من المتحف. بس يا اخويا طلع ملهاش اي 60 لازمه، ما فيهاش علامه ولا خريطه ولا حتى سهم. تقوم هي بدماغها الشغال تقول له ان اللوحه دي كانت مزوره يا معلم، اللوحه الاصليه عند واحد اسمه ألفريد، سيبه وتمشي. وهو يقعد يهرش في دماغه زي عادل امام لما بيكتشف المصيبه. وبالليل الواد لوك يروح يقعد في مطعم في نص المدينه، وهناك تقابله ايزا تاني، بس المره دي عرفته كويس وقالت له بالحرف انا من جماعه اسمها الحمى وشغلتي احمي سر ينبوع الشباب باي ثمن. وحذرته يا مؤمن وقالت له لو كملت في المهمه دي هتخسر حياتك وحياه كل اللي معاك. جماعتنا يضحوا بنفسهم بس محدش يعرف سر الينبوع الحقيقي. تاني يوم يقوم راكب سفينه في البحر مع فريقه ويقعد يفضفض لاخته شارلوت ويقولها بص يا شارلوت، ألفريد بعد ما اشترى اللوحه الاصليه ركب سفينه اسبانيه قديمه، بس السفينه دي غرقت من اكتر من 100 سنه، واحنا دلوقتي رايحين نطلعها من تحت الميه وناخد اللوحه ونهرب قبل
ما خفر سواحل طلعوا لنا من البلاعة. فعلا بفضل آلات الراعي الحديثة اللي زي مركبة الفضاء قدروا يطلعوا اللي فاضل من السفينة الغرقانة، وكانت دي أول خطوة في طريق الجنون. أول ما السفينة الغرقانة طلعت على وش المية كده وعملت بهرجة، قام لوك قال لشارلوت يلا بينا ننزل جوه ونقلب الدنيا لحد ما نلاقي اللوحة الأثرية المفقودة دي. ينزلوا الاتنين وكل واحد ماسك الشاف وبيمشي على أطراف صوابعه كأنه في كهف على بابا. وفعلا بعد ما يلاقوا اللوحة تتشقلب الدنيا حرفيا. هليكوبتر نازلة من فوق وتخرج منها إيزا ومعاها عصابتها اللي شكلهم طالعين من فيلم ماد ماكس. تبدأ خناقة مش طبيعية، معركة تخلي البحر يغلي من تحتهم. بس لوك يا معلم كان عامل حسابه، وقعهم واحد ورا تاني زي الدومينو وبكفوف موزونة وكأنها من أيام الجيش، وخد أخته شارلوت وشال اللوحة وجروا على السفينة بتاعتهم قبل ما حد يلحق ينتقل للسفينة وهم راجعين. هنا شارلوت اتصل بجوزها هارولد اللي طالع مسافر اليابان سنة كاملة، قالها اسمعي خدي توماس يعيش معاكي، أنا مش هعرف أكون موجود له. تقوم شارلوت تشكر اللي هو واحد من الطاقم بحر وتقول له والله لولاكي ما كنت رجعت ابني، شكرا يا اخويا. لكن ما يلحقوش يرتاحوا الا ويبدا افراد العصابه يفكوا شفره الخريطه اللي ورا اللوحه. شارلوت بعقلها اللي يوزن دهب تكتشف ان الارقام اللي على اللوحه مش خريطه خالص، لا يا معلم دي كود ودليل بيوديهم لكتاب اثري كان ملك انجلترا بيخبيه في القرن 17، والكتاب ده هو اللي جواه الخريطه الحقيقيه للينبوع. واثناء ما هم قاعدين بيكشفوا الاسرار ويكلموا، يدخل فجاه محقق الجمارك ومعاه الحراس بتوعه ويصرخ كلكم على الارض حالا. وفعلا كل فريق لوك يترمي على الارض كانهم في تمرين طوارئ. يبدا الراجل المحقق بتاع الجمارك يكشر ويقول لهم اللوحات دي كلها هتترجع لمكانها وانتوا كلكم هتتبضوا وتسلموا للشرطه، انا بقالي اكتر من سنه بدور عليكم يا عيال الحرام. وقبل ما يلحق يكمل كلامه فجاه الباب يتفتح على مصراعيه وتدخل الهيبه قاس زعيم العصابه بنفسه، والعيال بتوعه حواليه عاملين زي الزلازل البشريه. قاسم ما يسمش، بالعكس شكله متعصب وبيغلي من جوه ووشه بيصرخ فين الواد اللي ضحك عليا وهرب باللوحه من تايلاند. يبص لوك كانه عايز ياكله ناي، فيقوم لوك بلسانه المعسول اللي بيحل سم يعتذر له بكل برود ويقول له بص يا قاسم خد كل اللوحات، بس في المقابل سيب فريق يخرج من هنا ويروح في حاله. والصدمه بقى ان لوك كان مخبي ورقه تحت ايده، قال لهم في لوحه سادسه محدش في الكوكب يعرف عنها غير. قاسم الطماع بطبعه يطمع ويوافق ويؤمر رجاله يسيبوهم يمشوا. ثواني من الهدوء والمشهد كانك ماسك النفس، وفجاه يقوم لوك من مكانه يزحف ناحيه جهاز المزيكا وبضغطه واحده يشغل الاغنيه على اخرها. الموسيقى تفرقع في المكان كانها انذار حرب، الشرطه تقفز من على الارض زي الابطال ويدول اشتباك بالرصاص مع عصابه قاسم، ضرب نار شمال ويمين والمكان ولع حرفيا. وسط الدوشه لوك يستغل اللخبطه ويجري على الباب، يركب مركب صغيره هو وفريقه والكاميرا تبص عليهم من بعيد وهم بيبعدوا في البحر، ويسيبك من وراهم نار ولهيب ورصاص شغال كانها نهايه فيلم رامبو. الليل ساكت والميه بتطبطب على جوانب المركب، لوك نايم بس وشه مكشر كانه بيصارع جني في المنام، يحلم انه اخيرا وصل لينبوع الشباب والينبوع قدامه بيبرق ميه صافيه نورها يطفي الشمس ويمد ايده عشان يشرب. لكن فجاه تظهر اخته شارلوت ومعاها ابنها توماس ويمنعوه بالقوه ويصرخوا فيه لو شربت من الميه دي احنا اللي هنروح في داهيه، حياتنا هتضيع بسببك. في اللحظه دي صوت واقعي صحيح، قوم يا عم قوم. يفتح لوك عينه يلاقي شارلوت واقفه قدامه وتقول له وهي بتضحك يا جدع انت بتتكلم وانت نايم؟ كنت بتقول ينبوع وميه وخساير، هو انت ناوي تشرب نهر النيل ولا ايه؟ وبعدين وشها يقلب جد وتقول له الشرطه نشرت صورنا في كل ركن، دوروا علينا في الجرائد في المواقع وحتى في علب الكبريت. وتكمل انا لحقت روحت جبت ابني توماس قبل ما ابوه يطير على اليابان ويسيبني، بس دلوقتي بقى في خطر لانه هيشاركنا في المهمه وهو لسه عيل صغير، والمهمه دي اخطر من انها تكون مغامره كرتون. لكن لوك بعينه اللي ما تعرفش الخوف يطمنها ويقول ولا يهمك يا شارلوت، انا هكون سند ليكي وليه وهحميكم مهما حصل. تاني يوم يعدل ويطلع النهار ويوصلوا كلهم للمكتبه العامه في النمسا، مش عشان يقراوا كتب، لا عشان يدوروا على الكنز اللي وراه تاريخ وراه دم وراه سر ممكن يغير العالم. يوصلوا عند باب المكتبه العامه ويخشوه زي العسكر كانهم باحثين محترمين على اساس انهم فريق بحثي تابع لشركه اسم كده يخض بس ملوش اصل. الامينه تطلع لهم تبتسم وتقول اتفضلوا معايا وتاخدهم لمخزن سري تحت الارض، سلالم وبوابات وارفف مليانه اخبار كانها شافت الحروب الصليبيه بعينيها. وهناك يلاقوا الكتاب اللي بيدوروا عليه اول الفيلم، كتاب شكله مرعب، جلد متهالك وصفحاته كانها معموله من جلد سحالي محنطه. شارلوت تمسك الكتاب وتبدا تقرا ولوك واقف ماسك الفانوس، بس للاسف ما فيهوش ولا شفره ولا حتى رسمه ارنب. وفجاه يجي لهم خبر ان ايزا وصلت للمتحف. فوق لوك يقوم جار يطلع من المخبأ ويدخل مع ايزا في معركه تكسر الرفوف وتوقع الكتب. قطال طويل شرس مليان نطاط ورزع، وفي الاخر يربطها من رجليها في حبل وتفضل متعلقه في نص المكتبه زي فانوس رمضان مقلوب. يرجع لوك نازل
المخبأ السري من تاني، يقول لهم يلا بينا. بس إيزا وهي متعلقة تطلع من جيبها قنبلة يدوية وترميها على ممر جانبي، بوم، الممر ينفجر ويطلع لهم طريق سري للمجاري. كلهم يجروا وينزلوا في الممر، يجتازوا المجاري ويوصلوا للناحية التانية، والمفاجأة يلاقوا نفسهم في قلب المدينة. ميف يجي بعربية قديمة يقول لهم اركبوا بسرعة. يرجعوا على البيت وكلهم في حالة هلع. بس وهم بيقلبوا في الكتاب يلاحظوا حاجة غريبة. توماس الولد الصغير اللي المفروض بريء يقعد يبحلق صفحات ويقول استنوا كده، دي نوته موسيقية. الواد طلع عبقري، يبدأ يعزف النوتة على كيبورد صغير معاه. فجأة يكتشفوا ان الأغنية القديمة دي بتتكلم عن عجائب الدنيا السبع. يجيبوا خريطة ويحطوا نقط على الأماكن اللي كانت الحروف بتاعتها منقوشة في ظهر اللوحات المسروق، لكن في مكان واحد ناقص، مكان مش مذكور على ولا لوحة. وبعد ما عرفوا ان آخر لغز في أهرامات الجيزة قالوا يلا على مصر بلد التاريخ والكنوز والحجر اللي بيحكي. تاني يوم نلاقي إيزا قاعدة في مكتب موسى قدامها رئيسها جون. الراجل ده وشه يخوف أكتر من القبر الفاضي. قالها بالحرف اسمعيني يا لوك لازم يتوقف. ينبوع الشباب ده مش مجرد ميه، دي لعنه، اللي يشرب منه ياخد سلطه وقوه وعمر ابدي، وممكن يتحكم في العالم كله. المره الجايه اللي اشوفك فيها عايزك تكوني مخلصه على فريقه بالكامل، مفيهوش هزار. يوصل لوك وفريقه لمطار القاهره، وفي طريقهم للاهرامات قاعد لوك بيشرح لهم قد ايه الحضاره دي عظيمه، وبيحذرهم احنا جينا بس علشان نساعد اون نطلع المية ونمشي قبل ما الشرطه تطلع علينا من رمل. يوصلوا هناك ويقابلوا عالم اثار مصري اسمه بشاره، راجل جدع ووشه مليان رمل وتاريخ. يدخلهم الهرم من ممر سري ورا التبويب. يبدا اون يتجنن ويقول معايا كشف حراري بيكشف كل الغرف اللي تحت، يلا احفروا. ويطرد بشاره اطلع بره، شكرا على الخدمه، مع السلامه. وبعد حفر بشق الانفس يوصلوا لغرفه الملك، وفي نص الاوضه حجر ضخم كانه جاي لك من كوكب تاني. يحاولوا يزقوه مفيش فايده، لا بيتحرك ولا بيقول لكن توماس العيل الصغير اللي دماغه كلها نوتات يفهم ان الحجر ده مزيكا وبيتحرك بالعزف. يعزف عليه الحجر يهتز ويتفتح تحته ممر سر جديد. ينزلوا اوين، لوك، شارلوت وتوم، وينزلوا سلالم كتير لحد ما يوصلوا لصاله ضخمه تحت الارض. في نصها حجر تاني يحركوا لوك، وتطلع تحته بقعه ميه صغيره، هي دي نبع الشباب. في اللحظه دي بره الهرم حراس اوين والعصابه موقفين اي حد، لكن توصل الشرطه ومعاهم مين؟ المحقق الجمال. يحصل اشتباك نار تقيله، دي البطله تتصاب، هي بتحاول تساعد الشرطه وفجاه تيجي اذا زي العاصفه لازم العصابه كلها لوحدها تاخد المحقق الجمال وتقول له يلا نلحق اوين قبل ما يشرب نقطه واحده. نرجع جوه الهرم، اوين واقف قدام الينبوع ويبص لوك ويقول له انا مش مريض يا صاحبي، كدبت عليك عشان تساعدني توصل للي عايزه، انا كنت بدور على القوه، على الخلود، على السيطره. ويؤمر لوك اشرب من الينبوع حالا. لوك يرفض، فاوين يطلع المسدس ويضربه طلقه جنب القلب ويهزيه بالتهديد لو مش شرب هتموت. مفيش حل. لوك يزحف ناحيه الميه ويقع منه نقطه دم. فجاه الميه تبدا تفور وتزيد وتلف حواليه كانها بتتغذى على الدم، وده كان بدايه النهايه. الميه بترتفع ولوك بيرتفع معاها، جسمه بيتهز وبيخش فيه طاقه مرعبه كأن البرق بينفجر جواه. بس قبل ما يشرب عينه بتتشقلب ويدخل في حلم، شايف اخته شارلوت ووش توماس الصغير، الاتنين بيبعدوا عنه وبيموتوا قدامه في حلم مفزع. صوت الميه بيقول له اللي هيشرب هيدفع اغلى ثمن. اون بيتجنن يصرخ ويقول له اشرب بقى، عايز اشوف النتيجه. ويفتح سلاحه ويضرب رصاص كتير، بس الرصاص يخش في لوك ولا كأن في حاجه حصلت. الدم بيختفي، الجرح يلم والعين بتبرق. ينزل برجله على الارض ويبص لاون ويقول له انا مش هشرب ومش محتاج القوه دي. واون يضحك يبقى انا هشرب وهبقى اقوى منك للابد. اون ينزل جوه الينبوع والميه تلف حواليه ويتحرك في الهواء، يشرب وتبدا الارض تتهز. اللحظه دي تدخل ايزا زي الاعصار ومعاها مفتاح اثري شكله غريب، تحطه في تجويف جنب الينبوع. كل الممرات السريه تقفل فجاه، الميه تبدا تشد اون جواها وتبتلعه بالكامل زي كأن الارض نفسها بتبلعه. لوك، شارلوت، توماس، ايزا كلهم يجروا يلفوا من الممر الجانبي يخرجوا من الهرم قبل ما كل حاجه تنهار وراه. بره الهرم طلعت شمس من بعيد، المحقق جمال واقف مستني يبص لهم ويقول انا مش هقبض على حد، اللي كان بيلعب بالنار هو اون مش انت. لحظه هدوء، ايزا تقرب من لوك تبص له تبتسم انا معجبه بيك، تدي له قبله على الخد وتسيبه تمشي وسط الزحمه رايحه تكمل شغلها وسط الفيلا. شارلوت تبص للوك وتقول له ليه ما شربتش؟ كان ممكن تعيش للابد. لوك يرد وهو بيبص للشمس كنت هشرب بس كنت هموت جوايا، كنت هخسرك وهخسر توماس، وانا اصلا مش حرامي، انا كنت عايز اسمي يدخل التاريخ بس مش بسلطه، بالبحث، بالمغامره، بالاختيار الصح. انا مش طماع، انا مكتشف. وهو قاعد بيبص للسقف كده وسرحان، فبيبدا يفكر يقول لنفسه طب ما اقوم اعمل مهمه جديده، يمكن الاقي الاثر اللي محدش قبلي وصل له، يمكن الاقي نفسي. ما هو ده الوحيد اللي بيعرف يعمله اصلا. المغامرات حياته كلها طلعات ونزلات، لا بيعرف يحب ولا يثبت في شهر، كل اللي يعرفه هو يفتح الخرايط ويجري ورا المجهول. في الاخر الفيلم بيقول لنا ان في ناس اتخلقت عشان تعيش على حافه الخطر، ما عرفوش يعيشوا عادي، كل ما يرتاحوا قلبهم يزن عليهم انهم لازم يجروا تاني. ناس زي لوك وشارلوت وتوماس دول بيدوروا مش بس على اثار، دول بيدوروا على معنى لحياتهم، واللي بيدور بصدق لازم في يوم يلاقي. صلي على النبي واشترك في القناه. وهنا ثم بيخلص قناتنا، هنا قناه كونجي، مقطع خاص لكم. احسن الافلام الجايه ان شاء الله، وسلام.